بعد اعلان ستروين عن النسخه الجديده سي 3 اير كروس، ايه سر الراحه الغريب الموجود في العربيه دي؟ وليه كل الناس اللي بتركبها تقول لك دي ماشيه على سجاد؟ هل الموضوع مجرد دعايه ولا فعلا في حاجه مختلفه جوه العفشه؟ بص يا سيدي، معظم العربيات في الفئه دي لما تقابل مطب او حفره الصدمه تلقائيا بتتنقل بشكل واضح جوه العربيه. لكن ستروين من زمان وهي عندها فلسفه مختلفه اسمها ستروين ادفانسد كونفرت، وهي ان الراكب يحس براحه اكبر مهما كانت حاله الطريق. وده خلى مهندسين ستروين يطوروا نظام مميز اسمه الهيدروليك بامب ستوبس، وده يمكن اكتر سر ناس كتير ما تعرفوش عن العربيه. يعني ببساطة كده تقدر تقول ان العربية دي مش بتعتمد على العفشة التقليدية بتاعت اي عربية، لكن نقدر نقول ان العربية دي فيها عفشة اضافية بتشتغل وقت الصدمات او وقت مطب او حفرة. لما تعدي على مطب صغير العفشة بتشتغل بشكل تقليدي، لكن لو قابلنا مطب جامد او حفرة جامدة الهيدروليك بامب بتبدأ تشتغل وتخف الصدمة قبل ما توصل للراكب. وطبعا ده السبب ان ناس كتير اول ما تجرب العربية تقول لك هي العربية دي مريحة كده ليه؟ لكن هنا بيجي السؤال المهم، هي الراحة دي بتأثر على الثبات؟ لأن أي شركة تقدر تعمل عفشة ناعمة، لكن المشكلة إن النعومة الزيادة بتخلي العربية تعوم على سرعات. وهنا بقى يبان شغل المهندسين. ستروين حاولت تحقق المعادلة الصعبة، وهي الكونفرت زائد الاستابيليتي، وهي راحة على المطبات وثبات على السرعات. وده طبعا اللي مخلي ناس كتير تعتبر العفشة من أهم مميزات السي 3 اير كروس. والاغرب من كده ان العربيه قدام فيها ماك فيرجن ستريت وورا تورجن بيم، ودي مكونات موجوده في عربيات كتير، لكن السر مش في شكل العفشه، السر الحقيقي في حاجه اسمها سسبنشن تانينج او طريقه ضبط السوست والمساعدين والزوايا. ده اللي بيخلي عربيتين عندهم نفس المكونات تماما، لكن واحده مريحه وواحده ناشفه. لكن ستروين واضح ان الاولويه كانت للراحه من اول يوم في التصميم. عشان كده لو سالت اي مالك لستروين سي 3 اير كروس ايه اكتر حاجه مميزه في العربيه، غالبا بدون تفكير هيقول لك العفش، لانها ببساطه كده من اكتر الحاجات اللي بنحس بيها كل يوم من كل راكب بيقابل اي مطب او شارع مكسر، وده طبعا اللي مش موجود في مصر. وده سر السمعه اللي بنتها ستروين لنفسها على مدار سنوات طويله في عالم انظمه التعليق. ولو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد.